أخطر حاجة مرحلة تمر بها أنت أنك تولي في يوم من الأيام المؤذن يأذن حي على الصلاة حي على الفلاح وأنت تشعر أنك لست معنيا بهذا النداء. خطيرة بزاف هذه واعرة. ومن بعد تبدأ تحكي أم خرجوا جماعة الجامعة أم دخلوا جماعة الجامعة وأنت جماعة من؟ أنت جماعة من؟ لازم أنت تكون من أهل المسجد، أنت تكون من الرجال الذين يركعون ويسجدون وقال فيهم الله واركعوا مع الراكعين. هذه الشعور بالذنب يخلينا دوكا نروحوا نبداو نمشيو ونقولوا خلاص يا خلاص حبس، رانا في خطر جماعة، رانا في خطر مادام الانسان راهو هكذا، نموتوا هكذا مصيبه، نموتوا على هذا التفريط، ما على بالناش واش راح يخرج لنا ربي ذنوب ربما تغمسنا في نار جهنم والعياذ بالله. اذا اول حاجه لازم تكون مخلص في توبتك. التوبه ما فيهاش موضه، ما فيهاش ولا حكمه، ما فيهاش هاد اليامات، ما فيهاش موجه تاع التوبه، ماشي هكذاك، ماشي البوز، التوبه ماشي بوز، التوبه ماشي تريند. التوبة هي إخلاص لله تبارك وتعالى، أن تكون صادقا مخلص كذلك، صادق مع الله عز وجل، يعني مفرط في شحال من حاجة على جال ربي سبحانه وتعالى. شوف الآن يوسف عليه السلام يمثل لنا صورته لما كان يوقع في هذاك الظرف هذا كامل اللي هيئ له باش يوقع في الفاحشة. يوسف عليه السلام يمثلك أنت الذي تسنى لك الآن جميع أفعال الفحش والفساد. كل واحد شاب اليوم يحب يفسد، الفساد سهل، اي حاجه علاقه غير شرعيه، الزنا، الفاحشه، الفسق، المخدرات، الخمر، واش تحب دير دركا تشوف حاجه تدخل في التليفون تشوف الحرام تشوف بسهوله. يعني الان انتم ايها الشباب ابتليتم في زمن ان المعصيه قربت اليكم، الان راهي بين يديكم، الان انتم راكم في مرحله هيتلك كما يوسف